فلوس عملية ابني انا هطلعها من تحت الارض. يا اولاد الحرام دول. ابني محتاجني، انا لازم اتصرف. اصبر يا ابني، انا هرجع لك فلوسك وهترجع احسن من الاول. دكتور انا اسف بس فلوس العملية اتسرقت، هل في اي طريقة نبدأ العملية دي؟ للاسف يا استاذ، من غير الفلوس ما اقدرش اعمل حاجة، ابنك حالته بتسوء. ماشي، يبقى مفيش حل غير ان اجيب الفلوس دي بنفسي، وهدفعهم الثمن غالي قوي. شوف الفلوس دي كلها، الراجل ده كان معاه ثروه. ايوه دي ثروه كبيره. انا متأكد ان دول اللي سرقوا الفلوس، ودي اوكار الحرامية. ايه ده؟ سمعت حاجه؟ يا ولاد الحرامية جيتلكم. ايه ده؟ مين ده؟ هتدفع الثمن، مش هتغلبني. يلا نشوف. دي عشان ابني، ودي عشان فلوس العملية. فاكر انك هتفلت مني؟ هطلع عينيكم انتوا الاتنين. هات اللي عندك، هتندم يا قزم. مش هتقدر تمسكني. هتشوف. فين الفلوس؟ هاخدها بالذوق ولا طلعها من عينيك؟ انا ماليش دعوه، انا معرفش حاجه. هتتكلم. اهي على الارض. الحمد لله الفلوس كلها موجودة. لو شفت وشوشكم تاني في أي مكان والله ما هرحمكم. أخيرا ابني هيتعالج وهيبقى زي الفل. دكتور الفلوس وصلت. ما تخافش يا حبيبي، الفلوس رجعت وهتعمل العملية وهتبقى كويس. يلا يا دكتور ابدأ العملية فورا، أي حاجة محتاجينها أنا موجود. ما تخافش يا أستاذ، هعمل اللي عليا. ماشي يا دكتور، ربنا معاك. يا رب تقوم بالسلامة يا ابني. بابا أنا بقيت كويس. الحمد لله يا حبيبي، مفيش سجاير تاني بقى، خلاص اتعلمت الدرس. أحسن يا بابا. استنى، لو الفيديو عجبك اعمل إعجاب واشتراك في القناة واكتب نصيحة لمياو في التعليقات.